قالوا ناس زمان اللي ما فيكرش وتبن ما يخاف من النار، والعين الصحيحة ما تدمع. الخاين ينغزوه مرافقه. يا صباح الخير وصباح النور وصباح الأجواء الجميلة، وش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. جيتكم حبيباتي بهذا الروتين البسيط، يعني ليه المهم نطلع عليكم حبيباتي. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا في صحة جيدة. إن شاء الله يا ربي اللي عندهم أمنيات هكا ربي يحققها لهم قبل ما يفوت العام هذا. إن شاء الله كي يجي العام الجديد تكونوا كامل محققين الأمنيات تاعكم يا ربي. وإن شاء الله اللي مريض إن شاء الله ربي يشفيه، وخاصة يعني اللي في السبيطارات وكما على بالنا اللي في المستشفيات. إن شاء الله دعيوا لهم ربي يهز عليهم البلاء ويهز عليهم المرض، وإن شاء الله يا ربي يجعلوا تخفف الذنوب. المهم حبيباتي، شربت القهوه تاعي الصباح اليوم، رايحه نعتل لكم البالكون تاعي كيفاه. عندي واحد الاشغال هكا درناها كما راكم تشوفوا. كان ما عندوش الكارلاج، حطينا له الكارلاج. وما ننساوش حبيباتي نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي صوتي راه راني في حالة بلا قريب، المهم فوتوا عليا وخلاص. شوفوا كما قلت لكم هذه البلاصه كنت مديرتها خزانه تاع الحيط، وحاطه فيها وكما راكم تشوفوا حاطه فيها الباراسول وواحد الحوايج هكا. وشي انا درت الخزاين يعني في البيوت، بقى ما نحتاجش لهذه الخزانه، ورايحه نبدلها بربي ان شاء الله. من بعد تشوفوني كيفاه رديتها، رايحه نحط فيها لا ماشينه لافي بعد ما نصبغوه ونخدموه. المهم نوليو حبيباتي نحكي لكم على الامثال اللي هضرتها في اول الفيديو، وهي انه الانسان يعني مليحه يمشي قد قد. هذوك واش قالوا ناس زمان، مثلا العين الصحيحه ما تدمع. يعني اللي يكون واثق من نفسه هكا ويمشي قد قد يعني ما عندوش التلاعب وهذاك، يعني راح يكون ما عنده علاه يخاف، وتكون ثقته بنفسه عاليه. وتاني الخاين ينغزوهم مرافقه. هذاك الانسان اللي يعود ماهوش ماشي قد قد، ويعود كما قلت لكم متلاعب والكذب. والمهم رايح يكون دائما ماشي واثق من نفسه ودائما مخلوع. خاصة كما نشوفوا مثلا نعطيكم مثلا وحدة دايما تهضر الغيبة والنميمة، ودايما تهضر في الناس وتدي الهضرة وتجيب، اكيد رايحه تبقى دائما مخلوعه، واكيد كي طبطب الباب تاعها دائما تتخلع وتقول لك بالك جاو يقولوا لي واش هضرتي علينا ولا على هذه. حبيباتي من الاحسن يعني نقفلوا فامنا، ما نهضروا هكذا حوايج يفيدونا، نشوفوا الحوايج اللي يفيدونا نخدموهم، واللي ما يفيدوناش ما كان له ونبعدوا عليهم. لهنا حبيباتي هذه كما رحنا للدوار، ديت معايا شويه كسره، دينا الكسره دينا شويه البن وتغدينا بهم. هذا مكان احنا ساعات نروحوا نديو معنا القضيان هكا ونطيبوه لتما، كتعود عندنا خدمه كبيره وكي تعودوا دوره خفيفه هكا نديو حاجه خفيفه برك معنا وخلاص. المهم ساعات نباتوا لتما تاني، كي نباتوا لازمنا نديو القضيان تاع اللي نحتاجو من السوق، وهذوك اللي نحيو من تما ها باينين. ثاني هذاك المثل اللي يقول اللي ما فيكرش تبن ما يخاف من النار. هذه يهضروا على الثقة بالنفس، كيف حتى الإنسان يكون واثق من نفسه. يعني لازم يكون ماشي قد ماشي مثلا نروح انا نهضر، اكيد كي نروح نهضر على فلانه وفلتانه ومن بعد كي نتلاقاهم ما راحش نتلاقاهم وانا واثقه من نفسي، اكيد راح نتلاقاهم وانا خايفه ما كيف هكا. وتاني نصفيو قلوبنا، يعني من اسباب الثقه بالنفس انه يكون قلبك صافي، ما عندك الحقد ولا الغل حتى على واحد، لانه كنت تضيع وقتك في الغل والحقد اكيد راح تروح لك الثقه بالنفس. ومن بعد كي تلقى الناس تولي هكا شغل ماش عارف تهضر، ماشي عارف تضحك، المهم يروح لك كل شيء، وهذا كامل من الحقد والحسد والغل. لهنا هذا الفيديو ما راهوش تاع الوقت هذا، يعني عندي بزاف ملي صورته، وكما قلت لكم صرا لي مشكل في القناه على بها ما حطيتوش. واليوم قلت نحطه لهم مادام راه كاين الفيديو نحطه لكم وخلاص.
هذه كما حمرنا الطماطم، هكا نقولوا نحمروها، كاين نديروا لها التربه هذه اللي حداها للتهويه، بهكا يدخلها الهواء يدخلها الماء. اللي وصلوا معايا حبيباتي لهنا نقول لكم ديروا لي جيم، وهكا رايحه تطلع قناتي ويوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. وتاني حطوا لي تعليق، لاني انا فرحه نعرف بلي باهم راكم لهنا بالتعليقات تاعكم، واكيد راح نقراها كامل، وراني نفرح كي نلقى التعليقات تاعكم، خاصه الايجابيه يعني، وحتى النقد انا نتقبل يعني الايجابيه والسلبيه، ماشي السلبيه، نتقبل النقد البناء. مثلا وحده ما عجبتهاش حاجه تعطيني رايها نورمال، نتقبلها بكل صدر رحب. واصحاب التعاليق السلبيه نقول لكم ربي يهديكم، يعني ما لقيتو حتى خدمه غير هذه. ومن الاحسن يعني هادو اصحاب التعاليق السلبيه من الاحسن يروحوا يخدموا خدمه تفيدهم، لانه كاين بزاف في حياتنا اليوميه خدمات بزاف راهم قاعدين، وانا نروح لفلانه نروح الفيديو تاعها ونحط لها تعليق سلبي. وشي الفايده انه هذاك التعليق السلبي يعود عليك، وهذيك الصوره راهي صورتك نتيا وماشي وما تمثلنيش انا، لانه الشيء اللي يخرج من عندي انا راح يولي لي، الا كان خرج من عندي شيء ايجابي اكيد راح يولي لي شيء ايجابي، واذا كان خرج من عندي شيء سلبي اكيد راح يولي لي شيء سلبي. لهذه نخيروا دائما واش نهضروا ونكونوا ايجابيين في حياتنا، لان واش نخرجوا من فمنا كامل راهو يتمركا. الا كان هضرنا هضره مليحه راهي تمركا حسنه، واكيد اذا كان هضرنا هضره مش مليحه راح تمركا سيئه. والله تعالى راهو يقول في سورة قاف: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذه دايما نتولهو واش نهضروا. لهنا حبيباتي نكون وصلت الى نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.